السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الا عندك حبه شينا وحبه قرص اروحي معايا نديروا عصير 2 لترات، عصير منعش طبيعي لذيذ صحي ما شاء الله. قد ما نوصف لك ما نوصفه لك ما نقدرش نقول لك كيفاه جاء بنين هذا العصير. يعني وفوق هذا الشيء اقتصادي. راني في وقت الحمضيات، راني في وقت القرص، وقت التشينا. ما يديش بزاف يعني حوايج بزاف. فوق هذا كل هذا الشيء يجي بنين ما شاء الله، خاصة الأولاد أعطيه لهم يعني راهم مفيد لهم. قلت لك على بركة الله نبداو. هنا عندنا نجيبوا زوج حبة تشينا تكون كبيرة وحبة قرص يكون كبير. إلا كانوا القرص والتشينا عندك ماشي كبار ديري صغار، ديري زوج تشينا وزوج قرص. بيتيه في الكونجيلاتور، لازم يكونوا يباتوا في الكونجيلاتور، يباتوا في المجمد. نحتاجوا الكاس الا ربع سكر، نحتاجوا الباطا ياغورت. الباطا تاع الياغورت هذه اما تكون ذوق ليمون او ذوق برتقال او ذوق مشماش، انا درت ذوق مشماش طبعا. ونحتاجوا 2 لترات تاع الماء، هذو هما اللي نحتاجوهم. فقط قبل ما نبداو نتمنى انك تدعميني باعجاب للفيديو، يعني باش تعاونيني وباشتراك في القناه. هنا نبداو. جبت انا حبه التشينا هذه وحبه القارص، قطعتهم مرصوات قطع صغيره قطع صغيره. واذا كان فيهم العظم يسيي تنحيه باه ما يطلقش هذيك المروريه تاعو، يسيي تنحي العظم تاعهم. نضيف عليهم هذاك الكاس الا ربع تاع سكر، نضيف عليهم كاس الا ربع. قلت لك نحتاج 2 لترات تاع ماء، انا هنا ندير لتر تاع ماء، في الاول ندير لتر تاع الماء وبعديك راح نضيف النص الثاني. نحتاجو هنا 2 لترات الا ربع تاع الماء. نبدا نميكسي فيهم هنا بالبخا ميكسور ولا بالبلوندور ولا اللي عندك، تميكسيهم مليح مليح. بعد ما تميكسيهم تضيفي النص لتر تاع الماء الثاني. انا هنا نضيف، هنايا راه ولات عندي لتره كامله تاع الماء. نزيد نميكسيهم ثاني مليح مليح، لازم يبقى ليش خلاص هذاك القطع تاع البرتقال والليمون. نميكسيهم مليح، نخلط مليح، لازم يولي ما يبانوليش هذوك القطع. ونجي نصفيهم. كنميكسيهم هنا الريحه راهي دايره حاله تاع التشينا والقارص. نجي نصفيهم هنايا، نصفي هذاك الخليط اللي درتو لازم تصفيه لانه فيهم بزاف هذوك القطع الصغيره. لخاطر هذيك لابيري بعديكا راح نعاودو نزيدو نميكسيوها. هذه لابيري بعد ما نصفيوها، انا هنا في الاول درت الصفايه هذه جاتني صغيره، وليت بدلتها بالصفايه واحده اخرى. هذه صفايه ما عندهاش اليد. قلت لكم بعد ما صفيتها هنايا لابيري هذه ما ترميهاش، نعاودو نزيدو نميكسوها مع الليتر الا ربع تاع الماء الاخرى. شوف عندنا 2 لترات الا ربع مع العصير تاع التشينا والقارص ومع السكر راح نكملوا 2 لترات، راح نكملوا 2 لترات. انا هنا ضفت لهم النص الليتر الاولى. شوفوا هنا نزيد نميكسيهم مليح مليح. هنايا دوك نزيد هنا نخلي هنا نخلي ربع، هذا نزيد يكملوا هذا النص وبعد كنزيد راح نزيد نحي منه الربع. معناته هذه الليتره الثانيه راح ندير منها لتره الا ربع، راح نخلي منها ربع هكذا باش في المجموع راح تكون عندي 2 لترات. نزيد نميكسيها مليح مليح هنا. وهذا راهو عصير يعني صحي ومفيد خاصه الاولاد، يعني فيتامين سي راهو يعني يعطيهم الطاقه، تعطيه لهم مع الصباح يروحوا يشربوه ويروحوا يقراوا، يعني ما شاء الله. واحسن من اللي نشروه من برا، فيه المواد الحافظه مع لبن ناشف راهو مصنوع. صدقيني ما كانش كيما الحاجه اللي تكون مصنوعه في الدار. انا خلاص هنا صفيتو لابيري هذه خلاص ما نحتاجهاش، مش حنزيد نستعملها. شوفوا هنايا بعد ما صفيتو هنايا نضيف له البطا تاع الياغورت. قلت لكم انا هنا درت ذوق المشماش، وانت حره ديري ذوق المشماش او ذوق البرتقال او ذوق الليمون. يعني هنا هذه البطه تاع الياغورت هذه راهي في منكه، يعني نعتبروها منكه. نزيد نميكسيها، نخلط مليح الياغورت هذاك مع العصير تاعي، يعني يعطيني راح نتحصل على عصير ثقيل عاقد وكأنك تشربي في داناو. فوق هذا كل يعني صحي مفيد، ما فيش السكر بزاف. بالنسبه للسكر شوفوا درت انا كاس الا ربع. اللي تحب تنقص السكر دير نص كاس، اللي ما تحبش الحلاوه. وبالعكس اللي تحب زعما يجيها ناقص شويه حلاوه، هذاك الكاس تكملوا سكر. شوفوا خرج ما شاء الله. هنا خلاص النتيجه، خلاص راهو خرج النتيجه النهائيه تاع العصير تاعنا. صدقوني جا واحد العصير ما شاء الله ما شاء الله، يعني رائع رائع رائع. احسن صدقوني احسن من تاع برا، لانه ما فيش مواد حافظه.
على بالنا كيفاه مخدوم، نظافه، يعني ما كانش كيما حاجه الدار. نتمنى يعني انكم تجربوا هذا العصير، نتمنى ان عجبكم. نزيد نقول لكم نتمنى انكم تعاونوني باعجاب للفيديو وباشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.